بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. احنا طبعا عارفين ان احنا عندنا في الانجليزي ممكن كلمة واحدة ازود حرف، انقص حرف، ابادل حرف مكان التاني، ممكن يغير المعنى تمام، زي مجموعة الكلمات اللي موجودة عندي. اول كلمة عندي اسمها لوز، والاس هنا بتتنطق زيت. لوز هنا فعل بمعنى يخسر، زي ما اقول مثال I don't want to lose the game، يعني انا لا اريد ان اخسر اللعبة. طيب عندي كلمة lost هنا صفة بمعنى ضايع أو تايه في مكان، أو شيء تايه أو خسر، الماضي من lose. زي أقول I was lost last year for the first time، يعني أنا تهت السنة اللي فاتت أو ضعت السنة اللي فاتت للمرة الأولى في مكان معين. lose هنا الاس اتنطقت زيت لأنها ما بين حرفين متحركين، ودي صفة بمعنى فضفاض أو واسع. أقول I like to wear loose clothes، يعني أنا أحب أن أرتدي ملابس واسعة أو فضفاضة. هنا كلمة loss بمعنى خسارة، وديت نوعها هنا اسم. أقول it was a great loss، إنها كانت خسارة عظيمة. كمان عندي هنا كلمة loser هنا الاس نطقت زد، يبقى النطق الصحيح ليها loser بمعنى خسران أو مهزوم. أقول he is a sad loser، يعني هو مهزوم وحزين، او شخص حزين ومهزوم. يبقى هنا ايه، قدرت ان انا افرق ما بين مجموعة الكلمات ديت اللي هي بتحتوي على نفس الحروف.